هو طبعا اللي حصل دوت كانت مفاجأة لينا، يعني احنا ما كانش صح ابدا، وبالاسلوب اللي اتحط فيه دوت ان تحصل من احد روابط الانديه كلها عموما، يعني مرفوض مش بس من رابطه الاهلي، لا مرفوض عموما من اي حد انه يعمل حاجه زي كده. هم واخدينها زي ايه، عارفه، منافسه ما بين جمهورين، بس المنافسه تعدت الخطوط الحمراء. فلابد ان هو المسؤولين في قطاع الرياض سواء في الناديين مجالس الادارات او الامن، المفروض ان هم يوضعوا حد للتجاوزات دي. طيب. لان ده شيء خطير على المجتمع ككل. حضرتك شايف ان الدخله دي كانت بتشكك في انتماء نادي الزمالك؟ تشكك في انتمائه في ايه؟ يعني بالنسبه للجماهير، يعني يقول ان هو يعني نادي مختلط. ده جهل. اللي يقول كده ده جهل. ازاي ده احنا شعب واحد؟ ازاي انا اقول على واحد مصري ان هو مش منتمي؟ مين اللي اداني الحق ان انا اقول ان هو دوت مش منتمي الى مصر او لا كلام فارغ، وحاجات بقت جديده داخله على المجتمع المصري. المفروض نتصدى لها وهي في المهد. القرار اللي خدوه بالغرامه دي انا شايف ان هي دي تعتبر مكافاه للجماهير، دي مش عقوبه. وفي مثل بيقول من امن العقوبه اساء الادب. يا ندي عقوبه رادعه وتكون رادعه فعلا، يا اما ما اديش عقوبه بالمره. والله انا شايف ان في حاجات كتير قوي، بس اتحاد الكره ما بيعملش الكلام. زي ايه مثلا؟ يعني ده المفروض في الجماهير دي معروفين. انا ممكن اعمل المباراه بدون جمهور. مباريات النادي الاهلي او النادي اللي هو الجماهير اساءت ممكن تتلعب بدون جمهور.